بصراحة كنت فاكرة إن الباينري أوبشن غش، تمام، اتفرّجي على كل تراك باهتمام، هاشرح لك إيه اللي شايفاه في الchart وليه داخلة السوق دلوقتي، من غير كده ما هتفهمي الموضوع. الtrade النهارده مبني على التحليل التقني والstochastic، الأدوات دي بتصفي الإشارات الكاذبة. أنا ابتدي جلسة الtrade ب$1800، اخترت أزواج العملات اللي فيها أعلى نسبة عايد، واخترنا اللي فيها trend صاعد أو هابط. ما بنعتبرش الحركات الجانبية للسعر لأنه مستحيل نقول هينزل ولا يطلع، يلا نحلل أول زوج عمولات. حددنا الليفل بس هو في السعر الحالي، شايفين الترند العام صاعد والشارت طالع، بس محليا السعر بينزل. يبقى أنا قررت أدخل أوردر بيع لأن الترند المحلي بيظهر النزول. دلوقتي السعر وصل للليفل في الشمعة اللي قبل كده وفي آخر شمعة بيستعد ينكسره. في طاقة موجودة، شايفين ريفيرسال للسعر ودلوقتي هينزل. يلا نحدد لحد انهي ليفل هينزل. شايفين تأكيد في الشمعتين دي، السعر هينزل لحد الليفل ده تقريبا. يلا غيرنا التايم فريم ل5 ثواني عشان نلاقي نقطة دخول. مؤشر ستوكاستيك هيساعدنا، اعدادات عادية على تايم فريم 5 ثواني، وقت الانتهاء دقيقة واحدة. هدخل الاوردر ب$300. نتذكر اننا داخلين اوردر بيعة، لما الخط الأزرق يقطع تحت الخط البرتقالي في الأوفر بات بننفتح بيع. بنتابع الإشارة باهتمام. قولي حاجة، أنا كنت خايفة جدا من الخسارة والغلط، بس تعرفي بالغلط بتعلم. حد ما يبدأ وهو عارف الكل. لما دخلت أول أوردر كنت خايفة، قلت يا أقف ولا أحاول، فاخترت أحاول. دلوقتي أنا عارفة، بس لإني عديت على الصعوبات في الchannel VIP بتاعي بيضهر لكل الاستراتيجيات وأخطاء ونجاحات، ما حدش بيقول الطريق الحقيقي، أنا باقول من غير تعقيد. لو عايز تتعلم بصراحة الرابط في البروفايل باشوفك هناك. order ممتاز، انتبه نسبة العايد ممكن تتغير وأنت في الorder. بيبقى قيمة الربح برضه تتغير. بلاش ما تنسش، عايز تبطل تخمين وتتريد بثقة، التليجرام بتاعي فيه الاستراتيجيات والإشارات، كل حاجة بلاش. الرابط في الوصف والتعليق الثابت. اتحرك دلوقتي وطور مهاراتك في التراد. يلا لزوج عملات تاني. وبرضو ما ننساش نرجع لتايم فريم 30 دقيقة عشان نتحلل الشارت. شوف الوضع ايه هنا، الليفل في السعر الحالي. شايفين الترند العام جانبي، الترند المحلي ابتدأ ينزل الحركة النزول، يبقى أنا أفتكر إن نقطة دخول أوردر بيع. وشايفين برضو باترن دبل بوتوم، لما نشوف دبل بوتوم بنعرف السعر هيطلع بعد الكسر ويبدأ ريفرسال. ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ الريفرسال بيستمر لحد ليفل معين، احتمال لحد النقطة دي. شايفين تأكيد في الشمعة دي، في طاقة مؤكدة من الدبل باتم. اجتمعت الطاقة هنا وطلعت والريفرسل ابتدى. يلا نروح التايم فريم 5 ثواني. بنتابع إشارة المؤشر. هدخل الأوردر ب$549. ليه بيع؟ بننتظر الخط الأزرق يقطع تحت البرتقالي في الأوفرسولد، وبعدين بنفتح الأوردر. دلوقتي الخطوط بتطلع في الأوفرسولد، بلاش نراجع باهتمام، يمكن الإشارة تيجي دلوقتي.
بننتظر من غير تعجل، تقاطع الخطوط ما تكونش بالضرورة إشارة، أحسن ننتظر قطع واضح. دلوقتي أيوة، فعلا تنتظر الأوردر يقفل هنا. وفكرت ليه ما أقولك حاجة مهمة، ناس كتير فاكرين دي وأنا جاهزة، بس لأ، كنت معاي بس 20 جنيه. غلط جدا، وكسرت البنك بكاتي، بس ما استسلمتش. والنهاردة كل مرة أفتح أوردر أتذكر الموضوع ده عن الإصرار. ما بننتظر. أقولك حاجة، بتتعلمي في ال VIP بتاعي بظهر الكل من غير ما أخبي، من الأساسيات للمتقدم. لو تعبتي من الشغل لوحدك تعالي معي، الرابط في البروفايل. ما تحتاجي تعرفي الكل، بس ابدأي اوردر ممتاز. يلا لزوج عمولات تاني. هنا لسه أقصى نسبة عائد متاحة، غيرنا التايم فريم 30 دقيقة عشان نتحلل الشرط. بنعد الشرط عشان نحلله سهل. شوف الوضع هنا، حددنا الليفل، الترند العام صاعد والترند المحلي برضو صاعد. يبقى انا افتكر ادخل اوردر شراء. شايفين السعر بيطلع بسرعة بعد تثبيت قصاير. اجتمعت الطاقة في الحركة الجانبية. السعر الليفل وفيه ريتست قريب جدا من كسر. يلا نروح التايم فريم 5 ثوان عشان نلاقي نقطة دخول. باستخدام الست كاستك بتاعنا هدخل الاوردر ب1000 دولار، داخلين شراء. بننتظر اشارة المؤشر بحرص. بننفذ الاوردر. الشمعة دي وهي بتمشي بدي اقولك حاجة، لما بديت كنت فاكرها فلوس سهلة، شفت نتائج مجنونة. بس ننسخ وخلاص. الواقع اتضربت، دخلت من غير فهم، خسرت فظيع، بس ده أصحاني، خلتني أتعلم وأجرب وأكتب كل غلطة. دلوقتي ما بننتظر الدخول يقفل، أنا مرتاحة لأن عندي خطة ومعايير. والطريق دي بظهرها في ال VIP. بلاش وعود، بتعلم اللي بعمله فعلا حتى لما أغلط. الرابط في البروفايل، بص عليه وتعال معي. لو انا قدرت اطلع من الصفر انت برضو قادرة. ممتاز. هستمر مع زوجي العولاد ده. كل يوم بتقسم اعدادات حقيقية والاشارات في التليجرام. لو بتاخدي التريد بجدية، الرابط في الوصف وتعليق الثابت. اتحركي معي، حركة السعر بتمشي حلو. دلوقتي الخطوط هترجع للأوفر سولد وهنفتح الشراء مرة تانية. بننتظر إشارة المؤشر بصبر. بدي أدخل أوردر ب2000 دولار. وقت الانتهاء دقيقة واحدة. بننتظر بصبر الإشارة وندخل الأوردر. دلوقتي الخطوط نزلت للأوفر سولد وابتدت تقطع. أنا بتابع الشمعة دي واتذكرت البدايات لما ما كنتش أعرف الكاندل. كنت شايفة خطوط بتطلع وتنزل وقلت ده ما هي، بس عملت اللي أقدر، أكتب وأجرب وأغلط. ويوم عقل الموضوع. دلوقتي كل شمعة لها اسم وليها منطق. وقالت اللي بعلمه في ال VIP ما بتقيت فورمولا جاهزة. بتظهري ازاي تقري الشارت زي كلام، لأن السعر بيتكلم، انتي بس تسمعي. الدخول ده قراءة بحتة. لو تعبتي من حفظ السيت اب من غير فهم ال VIP هو لك. الرابط في البروفايل. تعالي تتعلمي صح. اوردر رهيب، مجنون. ما تنساش تشتركي، بس هيصير أحلى. أحسن الاستراتيجيات والإشارات والتدريب بتنتظرك في التليجرام. الرابط تحت.